السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في فيديو اليوم راح تشوفوا معايا حلوى أفوكادو بزاف هايل. على بالي كامل راكم محتارين هذا الحلوى تي ذوقها مزيج بين البقلاوة والمشبك والشارك العريان، بصح تجي ماسلة. هذا تشارك الماسل. كملوا لا فيديو حتى للأخير راح تشوفوا طريقة التحضير تاعها. بالنسبة للعجينة حطيت كأسين من الفارينة وملعقتين من السكر الناعم ورشة ملح واللافاني، نخلطهم مليح وندير 125 جرام من الزبدة طرية بحرارة الغرفة المطبخ يعني، وملعقتين من الزيت. تقدروا تضاعفوا الكمية اللي تحب كمية كبيرة. هاد الكمية خرجت لي حتى 20 حبة، والحبة تكون كبيرة ومليحة. كي تنقصوا في الحبة بيان سور راح تجيكم كميات أكبر. هنا بعد ما بسست ودخلت هذيك الزبدة والزيت مليح في الفرينة، ندخلهم مليح مليح. نبدأ نلم فيها بخليط أو مزيج بين الماء الزهر والماء. تقدروا تخلطوا في كاس تاع الماء شوية، نصو ماء ونصو ماء زهر، وتخلطوا وتلموا به العجينة. أنا نحط مرة ماء زهر ومرة ماء هكذا، ما نبذرش هذاك الماء يبقى لي في الكاس. لازم تكونوا عندكم شوية حيلة هكذا، ما تضيعوش المكونات اللي عندكم. تعرفوا رانا في وقت شوية الحوايج غاليين، بصح هذا الحلوى اقتصادية بزاف. عن نفسي ما تديش بزاف مكونات، شوية كاوكاو مامبا ب20 ألف ولا 15 ألف دير لك هاد الكمية كامل. حضرت العجينة، غطيتها وخليتها ترتاح. كل ما ارتاحت كل ما عطاتك شكل أجمل. بالنسبة للحشو أنا درت هنايا في البداية كأس تاع الكاوكاو، قسمته على 3. هذاك الثلث تاعو درتو سكر هادي ولميتو بالماء الزهر. تقدروا تزيدوا لافاني، تزيدوا مبشور ليمون، أنا حبيت ذوق تاع الكاوكاو. هي خلاصة تاع هاد الحشو كامل تعرفوها. عندنا 3 كيلات كاوكاو، كيلة تاع سكر، وتجمعي بالماء زهر. في البداية أنا درت كاس لميتو ودرت بيه 10 حبات، لأنه بناتي كانوا راقدين. رحيت كان عندي غير هذا برك مرحي، حتى ناضو زدت ترحيت الكأس الآخر وكملت به الوصفة تاعي كامل. يعني الوصفة هذه العجينة هذه تديلكم 2 كيسان تاع الكاوكاو. إن شاء الله برك تكونوا فهمتوني وما خلطتهاش عليكم. هاد الكمية تاع العجينة اللي درتها ب2 كيسان فارينة تديلكم 2 كيسان تاع كاوكاو مرحيين. درت الزبدة في الكاوكاو باه تبقى لي طرية وما تيبسليش. كون ديروها وحدها راح تيبسلكم. إبا ديروا فيها الزبدة والأسمن راح تبقى لكم طرية. روحت للعجينة شكلتها كويرات، تحصلت على 20 كويرة. عندكم الميزان الحبة كما تحبوها نتوما، الحجم تاعها تتحكموا فيه نتوما. حطيتها بجيه ورحت جبت هذاك الحشو اللي تاني خليته ارتاح باش يذوب هذاك السكر مليح، وعجنته مليح يعني يذوب هذاك السكر يدخل في الكاوكاو. تقدروا تحطوا الكاوكاو والسكر في الروبو ترحيوهم في زوج مع بعضهم، يعطيكم نتيجة أفضل. شكلت الحرابيش تاعي ورحت نشكل العجينة. في البداية كنت راح ننقشها بالنقاش العادي اللي تعرفوا، هذاك اللي يجي مسنن، يعني الأسنان تاعو تجي خط منكسر. للأسف حوست عليه في الدار كامل ما لقيتوش. واش ندير رحت خمنت في اللقاط هذا. بلا ما يجوني تعليقات في السلبية راهو نظيف، ما استعملتوش خلاص، اصلا ما استعملش اللقاط نظيف وكان في لابواط جديد. درت بيه اختارت هذاك الشكل، ما على باليش الا كاين بلا ما كانش. هو جاني في راسي وجامي شفت كيفه صراحة. اذا كاين ما كان لا تقولوا راهي تعندت والله، كان جاني هكذا في راسي درته.
الطريقة تاع التشكيل كامل تعرفوها. نحب الحبات الكويرة هذيك تاع العجينة نطرحها بشكل مستطيل، نحط الخربوش تاع الكاوكاو في الجنب، ونقعد نلف فيها حتى نخلص العجينة ذيك، ونشكل هلال، يعني نبسطها نرققها في الجوانب باش تجيني الشكل تاع الهلال هذا تاع التشارك يكون بيان فيني. ونجيب هذاك اللقاط ونروح ندير بانسة هكذا، قبسة ولا باش نسميوها، وحدة أفقية وحدة عمودية، أفقي عمودي أفقي عمودي حتى نكمل هذيك الطريق، ومن بعد نعاود نرجع ندير العكس، ندير عمودي أفقي عمودي أفقي حتى نكمل، يعني وين كنت ندير عمودي نولي ندير أفقي، وين العمودي نولي ندير، عفوا سامحوني خلطتكم، وين كنت ندير أفقي نولي ندير عمودي، وين كنت ندير عمودي ندير أفقي، هكذا بهذه الطريقة كيما الشكل تاع السلة، حاجة كيما هكذا. نعاود ندير لكم الحبة الأخرى، نطرح العجينة كيما هكا، نحط الخربوش تاع الكاوكاو ونلفها، نحاول كي نغلق ونحط الحبة على هذاك البلاصة اللي غلقت فيها باش من بعدها في الشكل ما تخرج ليش. هذا الشكل نجيب ندير وحدة عمودي أفقي عمودي أفقي عمودي حتى نكمل هذيك الطريق كامل. من بعد كي نعاود نرجع لوين بديت ندير العكس واش كنت ندير، هنا نبدا بعمودي أفقي عمودي أفقي. إن شاء الله تكونوا برك فهمتوني، شوفوا معنا فيديو بالعقل برك تفهموني اللي مهتمات بهذا الشكل. أما اللي ما عجبهمش الشكل يقدروا يديروا الشكل تاع النقاش العادي، تاع بكري ديري بالنقاش المسنن وديري أشكال ويجيك باهي ويجي بريزونطابل. أما اللي ما تحبش كامل تنقش وما تحبش كامل هاد الخطوات، يعني يبانوا لها باللي يقلقوها ما تقدرش ما عندهاش صبر، واش ديري هاد تخليه سامبل، تخليه سامبل، ومن بعد طيبيه هادي، من بعد كي تغسليه ترمديه في الكاوكاو، ولا ديري خطوة أولية كيما العرايش، عفوا كيما تشارك العريان اللي يديروه في البياض البيض ومن بعد يديروا له الكاوكاو. هذه مجرد اقتراحات ليك، أما الوصفة اللي قدمتها أنا راهي بالنقاش، درت الشكل تاع السلة بالتقريب، ولا ما عرفتش كيفاش نوصف لكم هذا الشكل، سميوهولي في التعليقات. أني ندير عمودي أفقي ونقعد غير نخالف راح نخرج بهذا الشكل الجميل. الأول درتو هلالات كيما هكذا تشارك، والثاني العجينة قسمتها لا يعني 10 حبات هكا و10 حبات هكا. العشرة الأولى درتهم هلالات بهذا الشكل، والعشرة الثانية درتهم مثلثات. المثلثات الثاني يجيو روعة، شوفوا شكل النهائي تاعهم قبل ما نطيبها. بالنسبة للمثلثات الثاني يجيو روعة، هنايا تحطوا من أحسن الحشو ديروه مثلث. هنايا كنت ناسية روحي كنت راح ندير عرايش، ومن بعد تفكرت قلت أنا راح ندير مثلث مبسط، من بعد راح ندير لكم الشكل الثاني تفهموني مليح. ندير هكا مثلث ونحاول نعطيه شكل مثلث نبسطه مليح، ونقلب الحبة وين كنت نغلق، يعني هذيك الغلاق تاعها يكون من تحتها باكي طيب ما كان لا يدير لكم شكل هكذا داشع. ونجي ندير بالمخالف. اللي ما فهمتش وحابة ومهتمة بهذا الشكل نعاود ننزل لها نورمال فيديو واحد اخر بطيء تفهموا احسن. انا حاولت اني نسرع لكم الفيديو لانه جا طويل بزاف، اكثر من نص ساعة. هنا حاولت نسرع لكم. شوفوا هنا بعد ما نقشت كامل الحبة تاعي زحا نزينها باللوز، تبغوا تحطوها في الجنب في الوسط ديروا 3. انا نص درتهم هكذا حبة برك ونص درت لهم 3 جاو على شكل وردة. نسخن الفرن تاعي مليح ونحطهم يطيبوا هادي كيما الكاطو يطيبوا من تحت. بصح هادو لازم نحمرهم من فوق بعد ما يطيبوا من تحت، يعني يعطينا اللون هذاك الاحمر الذهبي. نعاود نشعل لهم الفرن من الفوق يتحمروا مليح
يتحمروا، بعد كي تعسلوهم راح يزيدوا يوليو أكثر. دوك تشوفوا كيفاش راح ندير. شوفوا هنايا حطيت الورق الطبخ باه مثلا تفادى داك الالتصاق ولا ورق الطبخ مليح بزاف الحلويات، كي طيبوا به تجيكم الحبال كيف باهية وحميمرة. هنايا شوفوا الشكل تاعها، انا عجبني، قولوا لي في التعاليق اذا عجبكم، واذا جاكم شايفين شكل هكذا من قبل ولا لا. عن نفسي اول مره اخترعته هكذا، بانت لي بليني اخترعته. وهذا حطيت الحبات تاع المثلثات حتى كملت الكميه الباقيه بعد ما نضبنتي ورحيت الكاوكاو الثاني. شوفوا هنا شكل المثلث كيف عاود نفهمكم فيه. غلقتها وقلبتها وعطيت لها هذا الشكل المثلث هكذا غير بيديك برك تعدليه، ومن بعد تبداي تنقشيه كامل حتى تكمليه، تحطي حبة تاع لوزة وتطيبيه. شوفوا الشكل هذا ما شاء الله، باش تتفادي انها هذاك الشكل تاع النقش ما يهبطلكش. بعد ما تشكليها خليها ترتاح شويه نص ساعه ولا باه تلوحيها في الكوشه، يعني تنشف هكذا من فوق. بعد ما نشفت عفوا دفات هذيك الحبات كي طابوا مبقاوش سخونين، يعني منقدرش نهزهم. شوفوا هنا راهم سخونين بصح نقدر نهزهم ونتحمل هذيك السخانه. جبت العسل اللي يكون دافي ماشي سخون، دافي برك، بس ما يذوب لك يعود شويه هكذا سائل. نحط الحبه كل ما سلتوها وخليتوها في العسل تشربت مليح، يعني وصل لها للقلب كيما يقولوا، يوصل لها للفون تاعها. كل ما خليتوها كل ما راح تحصلوا على نتيجة أفضل. هنا راني مسرعة برك الفيديو، بالكم بلي راني نلوح ونهز. يا لا راني نخلي شوية هكذا ونعاود نهزها وتجيكم معسلة وهايلة بالبزاف. هذا الكاطو جاي الكو تاعو كيما الدقداوة، كيما المشوك، هذوك الحلويات المعسلة بذوق الكاوكاو. يليق هكذا في الأعراس في الأعياد، شكله شكلا وبنة، يعني يحمر لك وجهك أمام الضيوف تاعك. هذه بالنسبة للحلويات التقليدية اللي درت. أنا ما درتش حوايج واحد أخرين، اكتفيت بهذه الكمية وقدر يعني ما شاء الله من الحلويات والحمد لله. شوفوا هنا حبة اللوز كيفاه طارت، هي أنا ماما نديرها لصقها بياض البيض وانا عجزت تعرفوني ديما مزروبة. خلصت هكذاك برك وقلت من بعدها مهما طارت راح تلصق بالعسل. وشكله النهائي جا ما شاء الله روعة وبنتو روعة. بالنسبة للحشو تقدروا تبدلوا الكاوكاو بنواة كوكو ولا مكسرات ولا جوز برك، ولا يعني حاجة اختيارية. تقدروا تزيدوا للكاوكاو زيت سيترون، مبشور الليمون، ولا الأذواق اللي حبيتوها. وهكذا نكون كملت الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. اللي عجبها تخلي لي تعليق ودير لي لايك، ونقولكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، ما تنسوش تدعموا لي قناتي. وشوفوا هنا كي قسمت لكم الحبه كيفاش جات تتفتت يعني طريه ماهيش يابسه. بلا ما نحكيوش على هاد النوع تاع العجائن، يجي لي بات يجي هايل. هنا خليكم نقول لكم صحة سحوركم، والله وقت ما شاهدتوا هذا الفيديو مانيش دارية وقتاش نطلقوا. وسلام حبيباتي.